وليداتك ما كيبغيوش يفطروا لك الصباح، عندي لك الحل في هذا الفيديو. جيبي التمر يكون نوعيه زوينه ويكون هكا معسل، ما يكونش كارم. 500 غرام كنمسحوه مزيان بماء الزهر كما كتشوفوا، وكنحيد له العظم وكنخليه جانبا. كنحمر 250 غرام ديال اللوز في الفران. هنايا التمر بعد ما حيدت له العظم كنطحنو. انا غادي نستعمل هاد الطحانه هذه ديال المطيجه لان كتعطيني واحد التعليكه زوينه في التمر. يمكن لكم ديروا غير لاشوار، ولكن راه ما غاديش يجيكم معلك بحال بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. طحانه كتعلكوا بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيتطحن. كنجيب اللوز من بعد ما كيكون برد كنطحنوه في لاشوار. انا كنطحنو غير في لاشوار باش كيبقى هكا محبب، ما كيوليش بودره، باش كيبقى باين. الكركاع 250 غرام ما حمرتوش، غير هكاك خضر. كنطحنو مزيان. كنخلط الكل. التمر الا ما كانش معلق فغادي تحتاجوا تزيدوا واحد شويه ديال العسل باش تجمع لكم الخليط، اولا الا كان معلق راه غادي تجمعوه بكل سهوله بهذا الشكل. كوروه اولا ديروه بالطريقه اللي بغيتو. دوزتوا شويه ديال السمسم المحمر، ديروا هكا بشكل زوين باش وليداتكم يعجبوهم. عطيوهم هكا في الصباح اولا يديوه معاهم في اللانش بوكس. زوين بزاف. احتفظوا به هكا في واحد البواطه في الثلاجه. ما تنساوش تجربوه وتخليو لي ارائكم في التعاليق.